أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الخميس عن مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة بكل من الرباط وتمارا والصخيرات وميسور وآسفي. وتأتي هذه التعيينات التي صادق عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي في إطار دينامية داخلية تهدف إلى ضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات أمنية شابة ومتمرسة قادرة على المساهمة بشكل فعال في تعزيز أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وشملت التعيينات الجديدة 7 مناصب للمسؤولية، من بينها تعيين نائب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بصخيرات تمارا، ورئيس المفوضية الجهوية للأمن بميسور، إضافة إلى رئيس مصلحة حوادث السير الأولى التابعة للأمن الإقليمي بآسفي. كما همت التعيينات وضع أطر أمنية تابعة لشرطة الزي الرسمي على مستوى المصالح المركزية، من بينها تعيين قائد نائب لقائد المجموعة المتنقلة للأمن 99 بالرباط، وقائدي الفرقتين 2 و9 التابعتين للمجموعة نفسها. وشملت التعيينات كذلك تعيين إطار أمني على رأس الهيئة الحضرية التابعة للمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت. وتندرج هذه التعيينات في إطار دينامية متواصلة داخل المديرية العامة للأمن الوطني، ترمي إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، وإتاحة الفرصة للتداول على مناصب المسؤولية، مع إسناد تدبير المرافق الأمنية لكفاءات عندها التكوين والتأهيل اللازمين، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية إلى تعزيز أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.